يا مساء الجمال ومساء كل حاجة حلوة. قبل ما نبدأ كلامنا النهاردة عايزة أطلب منك طلب صغير. سيبي كل اللي في إيديكي للحظة واحدة بس. لو بتغسلي مواعين، لو بتلمي غسيل، لو بتجري ورا الولاد، أو لو حتى قاعدة في سريرك ومش قادرة تقومي من كتر التعب. خدي نفس عميق قوي وطلعيه بالراحة، عشان الوقت ده المفروض إن هو ملكك لوحدك. ساعات بنحس إن العالم كله بيطلب مننا حاجات. الشغل عاوز إنجاز، والبيت عاوز نظافة، والأولاد عاوزين طاقة، والمجتمع عايزنا دايما بيرفكت ومبتسمين ومش متذمرين على أي حاجة بتحصل في يومنا. في وسط الزحمة دي بننسى حد مهم قوي، بننسى نفسنا. ومش بس بننساها، لأ، ده احنا بنتحول لأصعب جلاد عليها. أنا جاية النهاردة دردش معاكي شوية في حاجة شغلة بالك وبالي وبالنا كلنا. ليه لما صاحبتك بتغلط بتروحي تحضنيها وتقولي لها حصل خير يا حبيبتي، فداكي أي حاجة وكل حاجة؟ ولما انتي بتغلطي في أصغر حاجة بتتحولي الجلاد على نفسك وتقولي كلام يوجع. أنا خايبة، أنا فاشلة، أنا عمري ما هتعلم، أنا الكلام اللي بيقولوه عليا كله صح. الصوت اللي جوه دماغك ده اللي ما بيسكتش خالص، اللي بيطلعلك وانتي بتحاولي تنامي بالليل كل ليلة عشان يفكرك بكل غلطة عملتيها يمكن من 10 سنين مثلا. الصوت ده هو اللي هنتكلم عنه النهاردة. هل هو بجد خايف عليكي، ولا هو الحيطة السد اللي واقفة بينك وبين راحتك؟ تعالوا النهاردة نهدي الصوت ده شوية. ازاي نخليه بدل ما هو سجان بيراقبنا وبيجلدنا، يبقى صديق لينا بيطمنا. جهزي قهوتك او شايك او اي مشروب بتحبيه وتعالي نبدأ رحلة التصالح مع الصوت اللي جوانا. بص يا ستي، احنا مش مولودين بنكره نفسنا. الصوت ده مكتسب، احنا مش مولودين بيه. تخيلي ان دماغك دي عاملة زي جهاز تسجيل اشتغل وانت عندك 5 سنين، وفضل يسجل كل كلمة كانت بتتقالك. سجل كلمة خيبة اللي سمعتيها وانتي مش عارفة تحلي مسألة في الماس ولا في الرياضة. سجل نظرة الإحباط اللي في عين حد غالي عليكي قوي لما انتي غلطتي وما كانش قصدك. سجل المقارنات اللي كانت بتحصل بينك وبين بنت خالتك الشاطرة أو الرفيعة أو اللي أدخل منك شوية وجسمها مظبوط. الأصوات دي كلها بتتحول أو بتتدبلج باللهجة بتاعتك انتي، وبتبدأي تفكري ان ده رأي الناس فيكي هو رأيك الشخصي في نفسك. مع ان في الحقيقة الناقد الداخلي ده عامل زي بادي جارد بس غبي شوية. هو فاكر ان هو لما يبهدلك ويقولك انتي فاشلة هو كده بيحفزك عشان تبقي احسن، بس الحقيقة انه بيعمل العكس. هو بيشلك، بيخليكي تخافي تجربي اي حاجة جديدة علشان التقطيع اللي هيحصل بعدها لو فشلتي. طيب تخيلي لو انتي واحدة، او مش انتي، لو اي واحدة قررت تعمل دايت عشان تهتم بصحتها، وفي يوم ضعفت شوية وكلت حتة شوكولاتة ولا حتة بسبوسة مثلا. الصوت اللي جواها، الناقد الداخلي اللي جواها، هيتسلى عليها بقى. شفتي؟ انتي اصلا واحدة ما عندكيش ارادة، انتي طول عمرك كده هبطانة. خلاص بقى كملي اكل وبوظيها خالص، انتي كده كده فاشلة في كل حاجة. تخيلوا البنت دي هيحصل لها ايه؟ اكيد هتكتئب وهتاكل اكتر وهتكره نفسها، وغالبا 90% مش هتقدر تكمل الدايت ومش هتنجح. طيب تعالوا نشوف نفس الموقف لو الصوت اللي جواكي ده صديق ليكي. هيقولك ايه؟ هيقولك حصل خير، خليكي رحيمة بنفسك، انتي بشر وتعبتي النهاردة وكان ضغطك واطي، حتة بسبوسة مش هي اللي هتبوظ المجهود يعني. تعالي نشرب مية ونكمل بكرة عادي جدا ولا كأن حاجة حصلت. طيب البنت دي بقى هتحس بإيه؟ هتحس بالراحة، هتكمل في طريقها من غير ما تحس بالذنب، وبرضه 90% إنها هتنجح وهتكمل. شايفة الفرق؟ الصوت الأول ممكن يهد المعبد كله على دماغك عشان بس غلطة واحدة، والصوت التاني
بيحتويكي عشان تقومي وتكملي. انتي بقى بتعملي في نفسك أنهي فيهم؟ صوتك الداخلي ده مش بيفضل جوه دماغك بس، ده بيطلع في نبرة صوتك مع ولادك وفي صبرك مع جوزك. لما بتجلدي نفسك طول النهار بتبقي على طول مضغوطة، بتبقي عبارة عن قنبلة موقوتة، وأول حد بيدفع التمن هم أقرب الناس ليكي اللي حواليكي. ولو انتي مش حنينة على نفسك غالبا مش هتعرفي تكوني حنينة بجد على أي حد غيرك، لأن انتي دايما متوترة. تخيلي لو بنتك غلطت وجت حكتلك، هتسمعيها بنفس القسوة اللي بتسمعي بيها نفسك؟ أنا متأكدة إنه لأ. طب ليه بتحرمي نفسك من نفس الرحمة دي اللي انتي بتعاملي فيها بيها بنتك؟ انتي كمان بنت وجواكي طفلة محتاجة طبطبة، وانتي أكتر حد عارف نفسك دي تعبانة قد ايه وشايلة ومتحملة قد ايه. طيب ازاي بقى نربي الصوت اللي جوانا ده من أول وجديد؟ عشان الحلقة دي ما تكونش مجرد كلام، تعالي ناخد فيها خطوات نبدأ فيها من النهاردة. لازم تقفشيه. أول ما يجيلك الصوت ده لازم تقفشيه. أول ما تلاقي نفسك بتقولي أنا غبية أو أنا ماليش لازمة، قولي ستوب. ستوب بصوت عالي، حتى مش بينك وبين نفسك، بس ما يكونش في حد حواليكي بس عشان مش يقولوا دي اتجننت. قولي أنا دلوقتي بسمع الصوت الناقد، الصوت الوحش السلبي، وده مش رأيي الحقيقي في نفسي. اسألي الصوت اللي جواكي ده، قوليله فين الدليل. لما يقولك محدش بيقدر تعبك، فكري على طول في الناس اللي قالتلك النهاردة شكرا، أو ضحكتلك، أو جملتك بكلمة تسلم ايدك مثلا، أو في الحاجات اللي انتي عملتيها وفرحت غيرك. دايما اكسري الكذب بتاعه ده بالحقيقة. بعد كده خلي عندك لغة بينك وبين نفسك، سميها لغة الأم الحنينة. كأنك أم لنفسك، لما تغلطي كلمي نفسك كأنك بتكلمي أغلى حد عندك. قولي أنا بتعلم، أنا عملت اللي عليا في حدود الطاقة بتاعتي النهاردة، ويعني الدنيا ما تهدتش. قبل ما تنامي قولي لنفسك 3 حاجات انتي فخورة ان انتي عملتيهم، حتى لو كانت حاجات بسيطة جدا. حتى لو الحاجات دي لو حكيتيها للي حواليكي ممكن يضحكوا عليكي مثلا، زي ان انا سكت وما اتعصبتش، او ان انا شربت ميه كفايه النهارده اكتر من امبارح مثلا، او ان انا ما زعقتش لولادي، او ان انا خدت ولادي في حضني وطبطبت عليهم، او ان انا قدرت اتمالك اعصابي وانا بتناقش مع جوزي وما حولتش الموضوع لخناقه كبيره. في النهايه انا عاوزه اقولك حاجه من كل قلبي، انتي مش محتاجه تثبتي لاي حد ان انتي مثاليه. الكمال ده وهم، لان الكمال لله وحده، ومفيش حد في الدنيا او على الاقل حد من اللي حواليكي في دايرتك كامل. النقد الداخلي ده بيتغذى على الوهم. كفاية ان انتي بتحاولي، كفاية ان انتي شايلة مسؤوليات كبيرة، وكفاية ان انتي بتسمعي البودكاست ده دلوقتي عشان تطوري من نفسك، وده في حد ذاته على فكرة انجاز عظيم. انا عايزاكي تصالحي نفسك وتاخديها في حضنك النهاردة وتقولي لها انا اسفة لو انا كنت قاسية عليكي، من النهاردة احنا صحاب. مستنية اعرف القصص بتاعتكم مع الصوت ده في الكومنتات. ايه هي الجملة اللي دايما بيقولها لكم ودايما بتطاردكم، وايه اكتر حاجة نفسكم تقولوها لنفسكم النهاردة؟ لو عجبتكم الحلقة شيروها لكل بنت او ست حاسة ان هي محبوسة جوه افكارها، خلي السلسلة دي توصل لكل القلوب. بحبكم جدا، نتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي في فضفضة تانية تريح البال. سلام.